وقفت مع طفل شحات في الشارع. الكل فكر إنها هتساعده، مش عارفين إنه هو اللي هيغير حياتها. في يوم عادي، امرأة مشغولة ماشية في الشارع، تليفونها في إيدها وعندها اجتماع بعد ربع ساعة. طفل صغير وقف قدامها وقال لها: مش عندي أكل. هي ممكن تعدي ومحدش يلومها، بس هي وقفت، وده اللي غير حياتهم الاتنين للأبد. اسمها لورا شوف، وقصتها مع الطفل ده هتعلمك إن الصداقة الحقيقية مش بتختار وقتها. في 1986 لورا شوف كانت مديرة تنفيذية في نيويورك، ماشية في الشارع بسرعة زي كل يوم، وطفل عمره 11 سنة اسمه موريس وقف قدامها ومدلها إيده. بدل ما تعدي وقفت وسألته: أنت جعان؟ قال لها: آه. قالت له: تعال نتغدى مع بعض. دخلوا مطعم، لورا بتاكل وموريس بياكل وبيتكلموا. لورا عرفت إنه بيعيش في الشارع، وإنه أمه مريضة، وإنه من زمان مش راح المدرسة. لما قاموا، لورا قالت له: أنا هنا كل يوم لو احتجت حاجة. وموريس صدقها. من يومها لورا كانت بتجيب له أكل كل يوم، وبتساعده يرجع المدرسة، وبتقف جنبه. مش لأسبوع، مش لشهر، 30 سنة كاملة. موريس كبر واتعلم وبقى إنسان ناجح، وقال في مقابلة: لورا مش بس صاحبتي، هي السبب إني موجود دلوقتي. لورا قالت: أنا اللي المفروض أشكره، لأنه علمني إن أهم حاجة في الحياة مش الاجتماع اللي هتأخر عليه. لو القصة دي لمستك، اشترك وفعل الجرس، وقول لي في الكومنتس: في حد وقف معاك في لحظة صعبة؟ عندنا قصص أكتر تلمس القلب من دي.